الامبوستر سيندروم epidemiologically بالارقام هو كومن اكتر ناس في المجالات الكومبetitive. الكومباريزن بيخلق دايما ان جوايا I'm not good enough. ليه؟ انا دايما في حد تاني اشطر مني. في ناس تانية للاسف بتشد فرامل، انا مش جود انف، فانا هقف هنا اهوت ونزلوني وانا مش هكمل اي حاجه فطلعت. فدايما الشخص بيلون الحاجه بافكاره هو جاي منين. احنا ما عندناش في الطب النفسي diagnosis اسمه imposter syndrome. هو سيندروم او هو symptoms، اعراض من حاجات تانية ليها تشخيص تاني. لو الموضوع imposter syndrome is a part of another diagnosis بقى زي ما احنا كنا بنتكلم، لا ساعتها هتبقى محتاج professional help. في جمله كده بحب اقولها قوي، انه اوحش كريتيك ليك هو انت. هل بتخاف تطلب مساعده من زمايلك عشان ما تظهرش ضعيف؟ صعبه دي. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه ايه؟ الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام. كله كويس الحمد لله. احساسك ايه وانت النهارده جاي تتكلم عن الامبوستر؟ يعني احساس ايرونيك، انه زي اي حاجه ممكن تحصل اول ما انت بتقال لك يعني يلا عايزين دكتور يجي يتكلم عن البوستر مثلا، يجي لك فكره اللي هو ده بجد اشمعنى اختاروني، اشمعنى هتكلم على التوبيك ده، هو انا فيت انف ان انا اتكلم فيه. فهو الامبوستر سيندروم حاجه داخله في كل اي حاجه ديسيجن، اي فكره انت بتعملها هتلاقيها انفولف فيها يعني. اوكي. طيب هو الكونسبت ان جنرال بتاع ان احنا بنتكلم في البودكاست على الامبوستر سيندروم انه في ناس كتيره جدا اكشلي هو مرض او مش مرض، ممكن اقول ان هو سيمتوم موجود عند ناس كتير من الناس. والسيمتوم ده في ناس بتقدر تستغله ان هي تذاكر اكتر، تبذل مجهود اكتر، وبتستغله في ان هي تنجح وبتقدر تتعايش معاه somehow. في ناس تانية للاسف بتشد فرامل، اللي هو لا بصوا انا مش جود انف، فانا هقف هنا اهوت ونزلوني وانا مش هكمل اي حاجه فطلعت. فالكونسيبت ان احنا عايزين نلقي الضوء شويه على السيندروم ده ونبتدي نشوف ازاي نتعايش معاه ونتعامل معاه علشان الناس ما تشدش الفرامل وتقدر تتحرك. بالظبط. فممكن تاخدنا كده في البدايه الاول عن ايه هو الامبوستر سيندروم نفسه؟ اوكي. هو اول حاجه خالص تعال نشوف اصلا الامبوستر سيندروم جاي من ايه. كلمه امبوستر معناها ايه؟ محتال. بالظبط. فهو هنا محتال ده معناه ان انا حاسس ان انا نصاب او مش فيت انف ان انا ابقى في رول معين انا بعمله في حياتي. والرولز دي بتختلف، يعني احنا كل واحد فينا ليه ادوار بيعملها، دور في الشغل، دور كزوج، كأب، كأيا كان الرول ده. فانا ببقى شايف ان انا لا، انا نوت جود انف ان انا اعمل الرول ده، او انا مش بأدي بشكل كويس، او ان انا ما استاهلش ان انا ابقى في هذا الدور اللي انا بعمله. فهو ده السيمتوم زي ما انت بتقول. وهو برضو بالحته اللي انت قلتها كانت صح، ان هو لا، هو مش مرض، هو امبوستر سيندروم. مش احنا ما عندناش في الطب النفسي diagnosis اسمه imposter syndrome. هو سيندروم او هو symptoms، اعراض من حاجات تانية ليها تشخيص تاني. وهي بتبقى متداخله بقى في حاجات كتير، زي اللي لسه كنت بقول لك في الاول، هي متداخله في حاجه زي الانكزايتي، حاجه زي الدبريشن، حاجه زي اللو سيلف استيم. هتلاقي في حاجات كتيره موجوده هو بسببها بيسبب او بيحصل الامبوستر سيندروم نفسه. اوكي. طيب سنس ان احنا بنتكلم برضو على الامبوستر دوت او المتلازمه المحتال، وزي ما حضرتك قلت ان هي اوريدي بيبقى فيه ليها امراض بقى مختلفه هي اللي بتكون السيمتوم ده. انا دلوقتي لو عايز اعرف انه انا فعلا عندي السيمتوم ده ف I need to seek support او need to seek help من سايكايترست او محتاج الموضوع عندي، ايه اللي اقدر اشوفه في نفسي وعامل ازاي ان انا فعلا عندي الموضوع سيفير فلازم اروح؟ اقدر اديتكت ده ازاي؟ طيب تعالى الاول نشوف ايه السيمتومز بتاعته. زي ما انت بتقول، هو اول سيمتوم حاجات فيه ان انا ببقى بما ان حاسس ان انا مقصر او مش جود انف، فانا ده بينم عنه بقى ان انا بفضل اشكك في نفسي، ببقى مزاجي مش مظبوط، ببقى حاسس دايما ان انا مش كويس، فبدي نفسي سيلف توك سلبي ان انا اقول لنفسي لا ده انت ما تستاهلش، انت ما تعملش حاجات زي كده. طب ده بقى بينعكس كمان على الاكشنز بتاعتي، ان انا ممكن لو في مشروع هخشه ما اخشوش عشان مش حاسس ان انا هبقى كويس ليه، لو في ريليشن شيب انا مش حاسس ان انا كويس فيها فمش هكمل فيها بسبب الموضوع ده. فهو بينعكس في حاجات كتيره. هو انا بجي الفكره برفلكتد بقى في حياتي ازاي. طب امتى تسيك بروفيشنال هيلب؟ زي ما بتقولوا، هو احنا بنقيم في حاجه بسهل بيها ان انا بشوف الفريكونسي والانتنسيتي. هي بتجي لك الفكره كل قد ايه. ممكن يبقى في حاجه صعبه مريت بيها، ظرف خلاك ان انت دايما عمال بتفكر في الموضوع، بس سرعان ما بيخلص بعد ما التوبيك ده، البروجكت ده خلص او المشكله دي عدت. لو فضل مستمر
ودايما انا بهبط في نفسي ودايما شايف ان انا ما استاهلش ودايما شايف ان انا مش كويس، لا ساعتها بيبقى الموضوع خد جانب اكتر سيفير. طب الانتنسيتي بقى ان هو مانعني ان انا امارس حاجات في حياتي كتير، ما مانعني ان انا اخش في اي شغل جديد، مانعني ان انا اصلا ممكن انزل حتى اقدم اي حاجه. فساعتها بقى انتنس انف ان هو برضو ده بيورنت انك لا محتاج بقى تسيك بروفيشنال هيلب فيه. اوكي. طيب بما ان انت برضه يا دكتور قلت انه اول ما كلمناك حسيت له ده، يس. فايه السيناريو اللي انت تخيلته اه عن انه هيقفشوني دلوقتي، هيكتشفوا دلوقتي؟ حلو ايه حلو السيناريو اللي انت تخيلته؟ حلو السؤال ده. بص هو الفكره كلها ان انت بتبقى دايما بتشوف نفسك، او احنا كلنا بنشوف نفسنا من برسبكتيف مختلف عن اللي غيرك بيشوفه فيه. فانت بتبقى حاطط مثلا اكسبكتيشنز معينه، اللي هو ايه، طب انا هتسأل سؤال مش عارف اجاوبه، طب انا هتكلم في توبيك انا مش محضر له. فدايما الشخص بيلون الحاجه بافكاره هو جاي منين. فانت مثلا لو انت شخص كومبetitive انت دايما عايز تثبت نفسك اللي هو انت شاطر وكويس وبتاع، فانت عايز دايما تبقى on top of things. طب لو انت شخص عندك العكس بتهبط في نفسك ودايما بتدي نفسك كلام سلبي، فانت تبقى شايف ان هو لا انا ما استاهلش اصلا اعمل ده. فهي بتبقى جايه من كل حد. هنا انا بالنسبه لي حسيت ان هو لا ده انا لازم ابقى عارف، لازم في سؤال هتساله عارف اللي هو ايه، شغل امتحانات بقى طب وشغل امتحانات المدرسه بترفلكت بقى ايه يعني فينا نفسها. وهو بالمناسبه اللي انا ذكرت ده، هو اصلا الامبوستر سندروم epidemiologically بالارقام هو كومن اكتر ناس في المجالات الكومبetitive. اوكي. يعني هو برسنتجز، يعني هو مثلا من اكتر المجالات اللي موجود فيها امبوستر سندروم الميديكال فيلد اصلا. الف مبروك. شكرا. هو مكملين على كل الامراض موجوده هناك. اوكي. فبتلاقي انه دايما انت عشان من دي 1 مطالب بقى يلا هتخش طب هتجيب 100%، جيب 99% الارقام دي. فبتبقى انت دايما حاطط في دماغك ان انا عايز اجيب 99، عايز اجيب 100. اوكي. بعدين بتكبر مفيش في الحياه 100%، مفيش اصلا 90. فاهم. اوكي. 101%. هو يعني الحمد لله يجوا. بس فانت الكومبetitiveness دي بتخلق unrealistic expectations من اول لنفسك، انك انت لا انت عايز دايما تابلاي في الحياه، وهي الحياه ما بتشتغلش كده. يعني الحياه ما بتمشيش بالشكل اللي هو انت لازم كل حاجه تعملها تتقنها وتبقى بيرفكت فيها. فده manifestation of imposter syndrome. عشان كده بقول لك هو it's very personalized، هو كل شخص بيشوفه في الحته بتاعته هو يعني. فانا ينفع اصلا ابقى اكون شخص هاي كومبetitive جدا 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 وعندي الامبوستر سيندروم؟ ده بالعكس، ده هو من الريسبي. ريسيبي ان ده انا هو اصلا يعني هو كومبetitive، بالظبط. فانا عندي الامبوستر سيندروم لان انا دايما حاسس ان انا عايز ابقى achieving بالظبط بروفيشنال بالظبط. او توب بروفيشناليزم عامه بتبقى المشكله. طب ايه تريك، ايه الخدعه اللي انا ممكن اكون بستغلها او استخدمها علشان اوفركم حاجه زي كده؟ بص يعني دي بصراحه برود قوي مش هضحك عليك. يعني هو كلمه تريك بتنم على ان هو اصلا هو الفكره كلها مشكله في الفكره. بس هي هنا بتفرق عن هي جايه منين. يعني لو هي جايه من حته كومبetitive فانا افكر نفسي ان هو مفيش ابسولوت 100%. لو انا هنا، طب لو هي جايه ان انا ام نوت جود انف، فانا افكر نفسي طب انا لو انا مش جود انف انا وصلت لده ازاي. طب انا حتى الفيدباك اللي جاي لي من نفسي او الحاجات اللي انا انجزتها ازاي يعني، وكل حاجه ماشيه يعني بالقدر كده وعمال ماشي فيها. it has to come from الفكره نفسها. الفكره اللي احنا بنسميها الاوتوماتيك نيجاتيف ثوت او الفكره الخاطئه اللي متكونه عندي جايه منين، الكور بتاعها ايه. وبنرجع بقى للكور ده بنحاول نتكلم بقى معاه اللي هو انت ايه اللي انت بتعمله ده اللي انت بتقوله ده. اوكي. بس حاجه اكيد جالك حالات عندها الامبوستر دي، فممكن برضو تحكي لنا كده، يعني طبعا عارف اه الكونفيدنشال، بس انا قصدي ايه الحاجات القصص اللي انت حسيت اللي هو يعني انت ما ينفعش يبقى عندك امبوستر، يعني انت باللي انت بتقوله ده انت المفروض تكون مكسر الدنيا وانت اصلا اكشن مكسر الدنيا، مم. فانت مش مصدق ان الشخص زي ده يكون عنده امبوستر. بص هو هقول لك على حاجه زي ما انا قلت لك، هي نادرا ما هتشوف الامبوستر سندروم بالذات في عندي انا في الثيرابي او حتى لو ميديكال كونسلتيشن يعني هتشوفه اكسكلوسيف. يعني ما حدش هيجي لك بيه، هو دايما هيبقى جزء من حاجات تانية. فانت مثلا ردا على الحته اللي انت تقولها، انا في اشخاص شفتهم هاي اتشيفنج بشكل اللي هو حد تاني لو عرف الاتشيفمنت ده هو هيتحسده. اللي هو انت يا رب ابقى مكانك بجد اوكي. حرفيا يعني. وده مش بس بيزد اون فاينانشال، لا هو برستيج، ان الشخص اصلا وصل للحاجه اللي هو عايزها. يعني مش بقول لك ان انت مرسوم لك طريق فمشيت فيه، لا ده انا عايز ده. بس لما وصلت له لا مش كفايه، او لا انا ما I'm not good enough.
فانت زي ما انا بقول لك انا بريفلكت باك بقى تو طب ده اتكون ليه. فلما بتشوف حاجات كتيره متعلقه بقى طبعا هنرجع للطفوله كالعاده زي اي حاجه عندنا. هل الكلام الكومنتس اللي اتقالت لك هل انت جالك انف اصلا كومبلمنت او اتقال لك انت شطور انت كويس، ولا كان لا انت ايه ده انت ممكن تعمل احسن. فالحاجات دي في الطفوله بترفلكت بقى بتفضل مكمله معاك بقى لحد بعدين. طب انطلاقا من اللي حضرتك بتقوله دوت، حته انه الطفوله، امم فده واحد من الاسباب اللي ممكن يكون مسبب للحته دي. فممكن برضو تحكي لنا برضو على شويه يعني مسببات، لانه زي ما حضرتك قلت واحنا كنا بنتكلم من شويه انه عاده الناس للاسف في الحته بتاعت الموتيفيشن دي بتقول لك ايه انت احسن، ده زي ما بالظبط قلت اللي هو ايوه دوس انت جامد انت دوس مش عارفه بالظبط ايه، وما بترجعش بقى للهيستوري. بالظبط وانا من الناس البليفر الحته بتاعت ان الهيستوري دي هي اسباب للحاجات اللي موجوده دلوقتي في وشنا. فهو اصلا انت لازم ترجع للقديم إيه اللي حصل. فاحنا ممكن حضرتك برضو تقول لنا على كام سبب من الاسباب، اللي بيزد طبعا على ريسيرش انه هي مسببه او احد اسباب الامبوستر. فممكن حضرتك تدينا شويه هيستوري كده. حلو قوي. انا يعني مبسوط ان انت يبروت اب حته التوكسيك بوزيتيفيتي دي اللي هو انا التوكسيك بوزيتيفيتي اللي انت تبقى تقول لحد لا ده انت تقدر دوس وانت مش هتقدر ليه مش عارف ايه. انت مش بتبص على الحياه من نظرته هو بالنسبه له ممكن يكون اصلا شايف ان ده صح بس في حاجه موقفاه. اوكي. فلو انا ما بصيتش على الموضوع بعدسه مكبره وشفت البيكتشر من اول ما اقدرش اساعده بشكل يليق بيه او هو يستاهله. فهو لو احنا رجعنا للتشايلد هود هو في كذا حاجه بتعمل ده. في حاجه انت كنت اتكلمنا فيها جوه فكره الكومباريزنز اوكي. انك دايما بتقارن بحد. دايما ده اللي هو مثلا شيء ابن خالتك عمل راح عارف ابن خالتك راح ليفربول لعب ايا كان. اوكي. فانت الكومباريزن بيخلق دايما ان جوايا I'm not good enough ليه انا دايما في حد تاني اشطر مني. فانا بقى الكرايتيريا اوف ماي سكسس انه عايز اعلي على الشخص ده مش ان انا ابقى كويس. انا خلاص انا كده ف اتس فيري اوبن اندد ليه انا دايما هلاقي حد احسن مني. ما هو دي الحياه فدايما هيبقى في حد اشطر مني في حاجه معينه دايما حد احسن مني في حاجه معينه فهبقى دايما انا عامل سقف ما بينتهيش. والحاجه التانيه فكره انك انت توري الشخص ان اللي عمله ده كويس بس توريه ان هو عمله ده كويس وان انت مبسوط بيه بس انه حبك ليه مش مربوط بنجاحه. دي بتفرق جدا انه انا اللي هو فكره الكونديشند لاف ان انا لو انا وريت ابني او بنتي ان انا احبهم عشان هم نجحوا فانا ربطت حب الناس وحب نفسي بالنجاح اصلا. اوكي. ان انا كده خلاص انا دايما انا لو ما نجحتش مش هتحب. اوكي. فالكونديشند لاف اللي انا بديه للطفل بينعكس عليه اصلا باك از امبوستر سيندروم. انه دايما خلاص انا دايما في سباق مع نفسي ان انا لا انا مقصر فما استاهلش ان انا اتحب. فاكتر حد بقى ريفلكت باك مين اللي مش هيحبني هو نفسي انا مش هحب نفسي عشان I didn't do enough. فدي حاجه تانية برضو هيستوري بيز عشان كده بقول لك انت مهم ترجع بقى للقصص القديمه والهيستوري القديم how did it develop يعني مشي ازاي وعلى اساسها تكون الموضوع ده. انا عجبني جدا ان حضرتك رجعت الحته دي عشان اصلا كنت هسأل حضرتك السؤال ده، لانه البيرنتس دلوقتي دايما بتشجع اللي هو لازم تعمل كذا لازم يحصل كذا. فالبيرنتس هم اصلا اللي بيسببوا النشء في كل حاجه يعني. فهو عامه التربيه بقت حاجه مش بقت هي عامه حاجه صعبه جدا، هي تبقى يعني اصعب حاجه في الدنيا. فالحته بتاعت انه انت محتاج تاخد بالك ان انت كونديشننج لاف انه انا بحبك عشان انت نجحت. صح. ايه حاجات تانية بقى كبيرنتس، يعني انا عايز اوجه اصلا الكلام بقى كبيرنتس ككونسبت البيرنت ان جنرال المفروض يافويد ايه غير الحته بتاعت الكونديشننج لاف دي، يافويد ايه كمان علشان ما يبقاش الموضوع مربوط عند الطفل من هو لسه صغير وفي النشء بتاعه اوكي. انه انا مش كفايه. وصحح لي برضو انه في ناس اصلا اوريدي بتبقى عندها الهاي اكسبكتيشنز قوي من الطفل بتاعه، فبيقعد يقول له انت عملت كويس بس عندك احسن. فايه بقى اللي ممكن تاني البيرنتس اصلا تافويد؟ بص احنا قلنا واحده برضو في الاول خالص كومباريزن. اوكي. يعني انت دايما ما تقارنش بغيرك سواء في الحلو او الوحش. حلو. والحلو والوحش ده انا قصدي بيها ان انت ما تقولش ان انت ده انت اشطر من فلان فانت تخلق اصلا عنده انه دايما احسن من الشخص ده. دي بقى مشاكل تانية حلقه تانية بقى other issues ان دايما I'm better انا احسن فدايما عندي النظره دي. والعكس انا بقى اوحش انت لا ده انت ده فلان اشطر منك ده عمل وانت ما عملتش. فالكومباريزن هنا في الحته دي هترفلكت نيجاتيفلي بقى انه انا مش كود انف.
الحته التانيه اللي انت زي ما قلتها، حته ان انا اقول انت دايما عندك احسن من الاكسبكتيشن بتاعتي انا، فانسى اصلا هو انت شاطر انت في ايه. يعني انا منتظر ان هو ابني يروح مثلا سباحه ويطلع اول جمهوريه، وهو اصلا بيكره السباحه. اوكي. فبرضو ان انا بحط عليه اكسبكتيشن في حاجه هو مش حاببها، انا بسيت هيم اب فور فيلير. ليه؟ ان هو عمره ما هيحبها، وعمره ممكن ما يبقاش شاطر فيها، فدايما هيبقى اقل منها عامه يعني. وفي حاجه تانية رول كده لذيذ اسمه البيجميليان افكت. بيجميليان ده اصلا اللي هو فكره انه طول ما انت لو انت عندك تو اكزامبلز، طفلين، واحد فيهم قعدت تقول له ده انت شاطر، ده انت كويس، هو هيبقى من جواه عنده درايف انه يبقى اشطر. والتاني انت بتقول له لا ده انت بتعرف تعمل حاجه اصلا، انت فاشل. فانت ما عندوش درايف، وانا كده كده هيتقال لي ايه، ما ده سيم. فكل واحد فيهم الكيرف بتاعه بيبعد. ده بيبقى دايما عايز يبروف هيم سيلف، وده خلاص مش فارقه معاه حاجه. فانت الفجوه دي ما تخلقهاش ولا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، انك انت ادي البروموشن البوزيتيف الايجابي، بس مش بشكل مشروط، مش بشكل ان انا لا انا بحبك بس عايزين نعمل ده، مش انا بحبك عشان انت عملت ده. الرابطه دي very dangerous يعني. ما هو الموضوع برضو تريكي شويه. يعني امم دلوقتي ابني عمل حاجه حلوه، اوكي، اقول له ايه؟ برافو عليك. طب ما هو برافو عليك دي، هل هي دي كده كونديشننج لاف ولا مش كده؟ انت قلت له برافو عليك، ما قلتلوش انا بحبك عشان انت عملت ده. اوكي. انت فاهم قصدي؟ وان انت مش هتعامله احسن فقط او اوحش فقط عشان الاكشن اللي هو عمله. ان هو لازم يسمع السبورت جوه، وهو عامل حلو وهو عامل مش كويس. اوكي. هي دي ده التريك. وهو على فكره اتس فيري تريكي، عشان خاطر ما انت في الاول وفي الاخر انت في جزء تربوي منتظر من الاهل، ان انت برضو مش هسيبه بالظبط، يعمل يعمل الغلط لوحده، وعادي اما الحياه خلاص. مش هتمشي كده. بالظبط. بس اللانجوج اللي هستخدمها بتفرق. اللي هو مش هقول له ده انت فاشل، ده انت عمرك ما بتعرف تعمل حاجه، ده انت اللي هو انت ليه عملت كده، ليه ايه المشكله حصلت فين. اسمعه، مش هرفلكت باك او احط عليه ليبل معين. دي بتفرق جدا برضو في التقبل، ان انا بشرح ماي بوينت اوف فيو، ممكن يكون فيها جزء صح، ممكن بسبب قله الخبره هو مش فاهم، فاشرح له او افهمه الحاجه دي. اوكي. فبرضه فكره ان احنا نسمع من الاطفال، احنا بن اندر استيميت ان هو ده طفل هو فاهم حاجه اصلا، لا او ما بيفهموا جدا وعارفين كل حاجه وباماره ايه، ان انا لما بقى بنشوف هم كبار يقول لك ده انا وانا عندي 4 سنين واتقال لي ده انت. حصل طب لي ما هو كذا. يبقى انا فاهم اهو وسامع وفاكر كل حاجه. فالحاجات دي لا بتستنى معانا يعني. فعشان كده بقول لك احنا عايزين نحط عليها ويت، ان دي حاجه مهمه جدا يعني. طب رجوعا بقى للكبار تاني بقى، لما كبرنا والحمد الكبار لله خلاص بقى الحمد الحياه لله حصلت. طلع عندنا للاسف الامبوستر ولبسنا فيه الحمد لله. اه ايه اللي بيحصل عندنا من جوه بيخلينا ما نحسش باحساس النجاح؟ يعني انا بحس مثلا عملت سكسس، امم يعني عملت كسرت الدنيا، اخدت زي اينشتاين مثلا. اينشتاين اصلا اوريدي من الناس اللي تصنف انها عندها امبوستر سندروم، وفي سنه موته اللي هو كان بعد اكتشاف كل حاجه، يعني بعد اكتشاف اي ايكوال ام سي سكوير اللي هو عمل بيها كل حاجه، قال لك انا عندي امبوستر. وفي امثله كتيره جدا ممكن نقعد نقول عنها كده. بالظبط. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل جوه بيقول لك لا انت ما نجحتش؟ ليه ما بيفرحش بنجاحه؟ انت برضو في الاكزامبل اللي كان قوي قوي كان فان جوخ. يعني فان جوخ كان طول حياته عايش ان هو فاشل وما بيعملش حاجه، بعدين رسوماته دلوقتي مكسره الدنيا. هو قبلها كان يعني was extremely depressed، وكان مش حالته كويسه خالص. فهو المشكله هنا ان انت برضو ربطت وجودك باللي انت بتقدمه. يعني انا اعتبرت ان انا عباره عن البرودكت اللي بقدمه، بس انا مش البرودكت، انا مش الشغلانه اللي انا فيها، لا انا اكتر من كده، انا ده وده وده وده. لو انا حطيت نفسي في خانه واحده انه ده انا، فلما انا هخيش في الخانه دي انا كده خلاص، انا مش موجود. ليه؟ ما هو ده انا، this is who I am. ولو انا ما بقتش الايدنتيتي بتاعتي انا مش بنفذه بالاكشن اللي بعمله، يبقى انا مش موجود. فان انت اول حاجه لازم تشوف نفسك بنظره مالتي دايمنشن. انت ده وانت ده وانت ده وانت ده، انت كل الادوار دي، انت كل الاشخاص دي. انت مش حاجه واحده، انت مش مجرد ساقيه، يعني قاعد كوج في ساقيه وانت في الشغل بتاعك عادي. لو انت خدت اجازه، لا لو خدت اجازه الدنيا هتقع وهيبهدلوا من غيري وبتاع، عادي هتكمل. فما احطش الويت ده اصلا على نفسي حتى بشكل ايجابي. اوكي. يعني لو انا ربطت البرودكتيفيتي بتاعتي بانه هم بيحبوني او هم عاينين عشان كده، انا بخلق لنفسي بعدين سيناريو ان لو عكس اللي حصل هبقى مهبط، عشان احنا مشاعرنا ما هي مش وان واي تيكت، هي هتروح هنا وتيجي هنا. اوكي. فان انت لا انا بعمل ده، فلما اخلصه هعمل الحاجه التانية اللي انا بحبها برضو، وبعد ما اخلص الحاجه التانية هعمل التالتة.
فلما تبص على نفسك بشكل مالتي دايمنشنال هتبقى الموضوع اوقع شويه. وزي ما انا فاكر اتكلمت معاك من حبه انه الكومبetitive فيلدز فيها ده اكتر. ان الكومبetitive فيلدز غرضها إيه؟ ليه هي كومبetitive؟ انه احنا كلنا بنتنافس على بروموشن، على سالري انكريز. ففي دايما حته الكومباريزن القديم بقى اللي هو بتاع بنت خالتك هو اللي قاعد بقى جنبك في المكتب اللي جنبك ده. فتبقى انت دايما عندك الارج انك يور نيفر ساتيسفايد. طب ما هو ممكن يبقى عامل اشطر مني، ممكن خد ده قاعد اوفر تايم وانا ما قعدتش، فهقعد انا اوفر تايم. فانك انت بتحط اصلا على نفسك اللود ده، ودي للاسف حاجه يعني مش هنتكلم بقى بشكل اجتماعي او سوشيال، حاجه بالحياه السريعه الكابيتالستيك الكلام اللي احنا فيه دلوقتي بتعمق في ده. خلينا نكون صريحين. بس الفكره كلها ان انت بتخلق البذره بقى بتاعت ان الامبوستر سندروم يطلع ويكبر اكتر كمان in addition to حته التشايلد هود يعني. طب ماشي. طب انا متخيل انه مثلا انا مش هحس علشان انا مش شايف نفسي وبعرف نفسي بالحاجات دي كلها. بس الغريب جدا انه انت لما بتاخد كومبلمنت او بتاخد مديح الموضوع بيجيب عكس. يعني الموضوع بقى بيروح معاك ان انت هم بيكذبوا عليا. ايه اللي حصل ليه؟ بص في جمله كده بحب اقولها قوي، انه اوحش كريتيك ليك هو انت. اوحش كريتيك ليك هو انت. اوكي. انا اي ام ماي اون ورست كريتيك. فانا دايما سقف الاكسبكتيشنز بتاعتي اللي انا حاطه لنفسي هيفضل يعلى على طول. فانا حاجه اللي هتتقال لي من بره انا مش هصدقها. ليه؟ هي مش بتفولفيل الكريتيريا اللي انا مستنيه، ايفن دو انا عملتها وانا استاهلها بجد، بس انا توقعاتي لنفسي ستيل اعلى. فانا لا انت مش انف، انت او انت مش جود انف انك انت ما تستاهلش ده اصلا. بس انا في حد اوريدي بيديني بيقول لي انت شاطر، انت بس اللي جوه بقى اللي قاعد جوه ده هو بقى مش مصدق. اوكي. هو مش مصدق ليه؟ عشان ده اتكون على مدار سنين، ده ريجيد قوي، ده حاجه كور فكره. عشان كده بقول لك اتكونت. انت دلوقتي لو انا جيت قلت لك على فكره احنا دلوقتي الصبح، هتقول لي ايه؟ اقول لك لا غلط، مش كده. دي فاكت اهو. هي نفس الفكره. انت الحاجات اللي عشان انت وانت صغير عارف ان لو في نور ده الصبح ولو في ضلمه ده بالليل. هي نفس الفكره. انت لما بتفضل تسمع حاجات از تشايلد كتير وبتردد بشكل ان انت لا ده انت مش كويس، وفي بالذات احداث بتعلم معاك، ده بيبقى كور. احنا بنسميه بقى كور بليف. يعني دي فكره خلاص متكونه جوه، هي ريجيد قوي مش هتقدر تتغير. فمهما انت جيت قلت لي ده على فكره انت مش، وعلى فكره انت ممكن تابلاي ده بكذا كاتيجوري. يعني مثلا ممكن نختار حاجه غير الامبوستر سندروم، الشكل اللي هو انت شكل حلو جدا مثلا، لا انا شكلي مش حلو. اوكي. ده ليه؟ لا بجد لا، انتوا بتقولوا كده بتجاملوني وخلاص، انا ما استاهلش كومبلمنت ده. اللي هو اشمعنى؟ ليه؟ هو انا من وانا صغير او صغيره الكومنتس اللي اتقالت لي دايما فيها تهبيط في حته الشكل فانا خلقت كور بليف ان انا اي اكشلي دونت بليف ان انا ام ايفر حلوه انف او جود انف. هي المشكله في كده. فانت ايه الحاجه اللي هتخبط بقى؟ شكل ولا سيلف ستيم في شكل ولا في شغل ولا برودكتيفيتي؟ هي يعني عشان كده بقول لك هي مور ريجيد عن ان الكومبلمنت الخارجي يغيرها. في دايما عندي سؤال بيدور في مخي، انه ايه الصوت اللي جوه؟ يعني انا كونسبت عامه انه مش بس في الامبوستر، في حاجات مختلفه كتير، انه بيقول لك الصوت اللي جواك عكس اللي انت يعني ايه حوار الشخصيه يعني. ايه شخصين؟ يعني ايه شخصين؟ عندي شخص مصدق وشخص مش مصدق، عندي فكره كده وفكره كده، اللي هو عندي الميمي كونفليكت. يعني ايه ميمي يعني ايه في مي ومي كونفليكت؟ ايه؟ بص دي ممكن ان شاء الله بعدين نقعد حلقه لوحدها نتكلم فيها. موضوع كبير صح؟ كبير جدا. الموضوع شاغلني جدا. في اتس فيري انترستنج، وهو ليه دايمنشنز كتير. يعني انت ممكن تاخده من جانب بنسميه تايكو دايناميك، ان احنا لايرز اصلا. احنا مش انت في ايجو واد وسوبر ايجو، يعني هو ليه كذا لا اكسبلانيشن. ما تاخدناش بس. ما بالظبط مش لا، كده اقول لك لا ده حلقه لوحدها. وضح لنا شويه بس عشان ايه حاسس ان الموضوع كبير. هو فعلا كبير. بس انا لو انا هسمبليفايت انه احنا في لايرز كتيره جوانا اصلا. انت مش حاجه واحده. اللايرز دي بتتكون على مدار السنين، وبيبقى كل حاجه فيها بتاكت لسيتويشن معين. يعني انا مثلا دلوقتي اسالك سؤال، انت وانت قاعد مع اصحابك زي وانت قاعد مع اهلك؟ لا. اشمعنى؟ انفايرمنت مختلفه وتعامل تريتمنت مختلفه، فانا اهلي في ليفل اوف ريسبكت محتاج يكون موجود، لان هم اللي مربيني ان ساتش والحاجات دي كلها. صحابي انا قاعد وسط صحابي بالظبط، فماتش مور كومفورتبل، احنا في نفس سن بعض، فما فيش حته اللي هو ايه ده بابايا دي مامتي فانا محتاج اعمل الحاجات دي كلها. بالظبط. هل انت كده بتضحك على حد فيهم؟ لا. بالظبط. هي نفس الفكره. انت زي ما انت في مالتيبل بيرسونز او اسبيكتس في شخصيتك بتتعامل بيها مع الناس، جواك بقى نفس التشالنج ده.
في حته اللي هي المصدقه بانه انا بعمل ده وانا كويس وانا شاطر، حته تانية اللي لا اللي فيري كريتيكال وعنيده جدا ومش مش كويسه، حته تانية اللي بتصدق انه لا انت ما تستاهلش حب الناس يعني. فزي ما في لايرز خارجيه احنا بنشوفها بترفلكت في طريقه تعاملنا مع الناس، في لايرز داخليه بترفلكت از ويل. فهي دي جزء من حاجات الاصوات زي ما انت بتقول عليها او البيرسوناليتي. مش عايزين نستخدم اصوات عشان الاصوات عندنا ليها اكسبلانيشن تاني خالص، بس خلينا نقول اللي هي الاسبكتس او الحاجه اللي انت بتحسها من خلال نفسك يعني. دايما الامبوستر، و يعني صحح لي برضو لو انا غلطان، بيبقى مرتبط بالبروكراستينيشن. امم فليه؟ بص، البروكراستينيشن كفكره في حاجه مصطلح كده حلو قوي بيشرحها اسمه اوبسيسيف سلونس. انك انت بيبقى فيه بسبب اكسبكتيشن معينه ان انت عايز تعمل حاجه بشكل معين، فلما ما بتعملهاش بالشكل ده ما تعملهاش اصلا. زي مثلا اشهر مثل، انت عايز توضب اوضتك مثلا، فالاوضه متبهدله خالص، فانا حاطط في دماغي ان انا لازم اوضب كل حاجه فيها، فلما احط التوقع ده تشانسز ار مش هعرف اعمله، فمش هعملها اصلا، هفضل اجري فيها. فنفس الفكره عندك بروجكت عايز تقدمه انه يعجب قوي مديرك ويعجب الناس كلها، فعشان انا ما عنديش الانرجي او ما عنديش انا عمري ما هطلعه بهذا الشكل البيرفكت، فبالتالي انا مش هعمله اصلا. فالبروكراستينيشن مربوطه قوي اصلا بفكره البرفكشنزم، انه عشان انت بيرفكشنست عايز تطلع الحاجه 100%، فانت تشانسز ار مش هتطلعها 100%، فمش هعملها اصلا. هي عارف كانه هي حيطه بتوقفك انك اصلا تنجز الحاجه اللي انت المفروض تعملها يعني. اوكي. أه طب رجوعا بس للحته الاولانيه خالص، ان احنا لما كنا بنتكلم على ان الامبوستر اسنوتا، يعني اسنوتا ديزيز، هو مش مرض نفسه، هو نتاج لحاجات مختلفه. فمعنى كده ان انا مش معنى ان انا عندي بروكراستينيشن ان انا لازم يكون عندي امبوستر، صح؟ لا هو بص، البروكراستينيشن دي يعني ده عالم بقى كبير يعني. في ناس بروكراستينيشن عشان هم ما عندهمش التولز اصلا يعني، اللي هو بجد غير قادر فبيأجل عشان خلاص ما هعمل ايه. حد تاني بيأجل عشان هو هابيتشولي ما بيشتغلش غير تحت ضغط مثلا، فلو انا ما اشتغلتش تحت ضغط انا مش هنجز الحاجه، انا ما ينفعش ان انا ابقى ماشي براحتي. هي برضو دي بيرسون اورينتد، بس قصدي من الكومن فاكتورز اللي بتربط البروكراستينيشن والامبوستر سندروم هي حته البرفكشنزم. اوكي. حته ان انا عايز اعمل الحاجه بشكل معين، فمش بعملها اصلا عشان مش تطلع ابدا بالشكل ده. اوكي. هو في اختلاف ما بين الامبوستر سيندروم والسيلف داوت؟ السيلف داوت مصطلح اكتر بيشمل a lot of things يعني. هو انا ممكن اسيلف داوت نفسي في حاجات غير بس الرول بتاعي. انا ممكن اداوت نفسي انه الناس بتحبني اصلا، ممكن اداوت نفسي انه هل انا المعتقد اللي عندي ده حقيقي ولا لا، ايديولوجيكلي هل انا محتاج، انا ممكن اقعد في مصر ولا ههاجر يعني. السيلف داوت بيخش في حاجات كتيره قوي، مش بس بقى في تصديق الرول بتاعي اللي هو زي ما احنا قلنا في الامبوستر سيندروم يعني. اوكي، يعني السيلف داوت از ديزيز؟ لا لا، اتس نوت ديزيز. هو برضو حاجه بتشرح اتس سيمتوم از ويل يعني، مش ديزيز بمعنى اللي هو حاجه كاتيجورايزد او دايجنوزز او كده. اوكي. ففي بارت من ان انا يكون عندي سيلف داوت، هو بارت من الامبوستر سيندروم لو انا I'm doubting my role في اللي انا بعمله. بالظبط اوكي. طب هو احساس لما اللي بيبقى عنده امبوستر ده لما بيفشل، امم آم، يعني هو بيبقى ناجح، بيعمل حاجات ناجحه 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 ناجحه، طبعا هو مش مصدق فيها ان هي ناجحه، وبعد كده فشلت مره معاه. ففي ناس بتروح شد بقى الفرامل، خلاص انا فعلا اهو انا فشلت. بالظبط. فانا اكتشفت ان، او الناس اكتشفت الحمد لله ان انا خلاص. في اللقطه دي آه، المفروض الشخص ده يعمل ايه علشان يرجع نفسه للحته بتاعت ان هو ايه، لا ما انا مش هشد فرامل، يلا ما نشدش فرامل، يلا يعني ايه نزق زقه فهيظبط معانا. فانت ممكن تدينا ادفايس كده للشخص اللي هو ايه واقع في الحته دي؟ بص هو هنا لو الحته عطلت، فانت برضو هرجع لحته مهمه قوي، وبجد هي دي حاجه حتى في الابروتش الثيرابي انا بحب اعمله جدا، ان انا بحب ان الشخص يبقى شايف نفسه من اكتر من مكان. يعني انت عطلت في دي بس ما عطلتش في بي وسي ودي واي، ما انت حاجه واحده عطلت، هل ده هيخليك انك تقف انك تعمل الحاجات التانية كلها؟ فلما انت تشوف نفسك بشكل هوليستيك اكتر، بشكل اكبر من مجرد الحاجه اللي انت بتعملها، هتبقى عندك فكره انك ممكن تستمر. يعني هو الاستمراريه هنا جايه من، مش هقول لك بقى بنفس الفكره لا يلا وكمل وجرب، لا، ما انت حاجه ما نفعتش ليه نقف ونشوف الاسئله. بس ده مش بينسيسيرلي ريفلكت عليك انت كشخص. ما احنا في سيتويشنز بنعدي بيها، في سيركمستانسز حصلت، في حظ اصلا، ده عنصر الحظ ده حاجه كبيره قوي اصلا في الحياه.
ممكن احنا نستخدمها بالريفلكت بيها بشكل سلبي، ان هو انا بس جات لي الموضوع ده عشان هم ردوا على الايميل بتاعي وهو اعرف حد هناك، تمام. ما هو زي ما انا هستخدمه بوزيتيفلي، طب ما انا ممكن استخدمه نيجاتيفلي، ان انا ساعتها كان عندي ظروف فما خلتنيش مركز. فهو دايما بص على الفاريبلز من اكتر من منظور، ما تبصش عليها من برسبكتيف واحد بس يعني. اوكي. طيب احنا اوريدي احنا يعني الكونسبت برضو بتاع البودكاست انه we are not professionals. I am not a professional psychiatrist. عشان كده بنجيب حد professional يدي الجايدنس اكتر. اوكي. علشان برضو ما تبقاش انفورميشن، لانه برضو بقى في انفورميشن كتير زي ما قلنا، ان هو الناس كلها بتروح سامع اسم مرض تقول لك انا عندي ده. فايه ال ك basic indicators اللي تخليني اقول you need support, you definitely need support, او لا يعني you need بس to trust yourself, you don't have السيمتوم ده. لانه احنا بقينا بنردد الحاجات دي زي اللبانه يعني. ده انا عندي imposter syndrome، هو انت فعلا عندك imposter syndrome ولا لا؟ والحاجات دي كلها مش عارفين. فممكن ازاي identify او اعمل الحاجات دي كلها؟ بص انا يعني هجاوب السؤال برضو بشكل مور جنرالايزد، انه انت لو الموضوع الامبوستر سيندروم از ا بارت اوف انذر diagnosis بقى زي ما احنا كنا بنتكلم، لا ساعتها هتبقى محتاج بروفيشنال هيلب. ليه؟ يعني لو هو بارت لوحده وانت ممكن تتأقلم عليه او تتعود عليه او بيروح ويجي، اتس فاين. بس لو هو جزء من حاجه مثلا زي انكزايتي بروبلم، جنرالايز انكزايتي، فانا دايما بشكك اصلا في كل حاجه، دايما عندي قلق انه حاجه هتفشل، دايما عندي قلق ان الدنيا تبقى اوحش، دايما عندي قلق انه الدنيا تطربق على بعض. فده مخليني اصلا متلجم، وانا بقول ان الانكزايتي دي اكتر حاجه بتلجم في الدنيا، فيري debilitating. فلو انا ده عندي مستمر وبيرفلكت في حياتي كلها، لا definitely في بروفيشنال هيلب. طب ديبريشن من الكورنر ستونز بتاعته السيلف داوت والسيلف هيت، ان انا دايما شايف نفسي انا قليل، انا مش كويس، انا ما استاهلش، انا اقل من الناس، انا عملت حاجه غلط. انا لو انا بقى ده بريفلكت عندي بشكل ديبريشن، انه خلاص انا قاعد في بيتي ما بتحركش لا ده فور شور بروفيشنال هيلب از ويل. فهي هنبص عليها لو هي امبوستر سندروم از بيجر، ليها جزء من بيجر بيكتشر، دي ديفينتلي محتاجه بروفيشنال. اول حاجه اللي انا قلت لك في الاول خالص، اللي هي لو هي معرقله حياتي، اللي هي الفكره عماله بتيجي في اي شغلانه بعملها، في اي رول بعمله، كأب، ككل حاجه دي بكتير او بشكل انتنس، ان هي مخليني ما اكملش في شغلانه، مخليني ما اكملش في علاقه، لا يبقى دي برضو محتاج بروفيشنال. ماشي. احنا عادة بنعمل كده في اخر حتة في الابيسود يعني. اسئلة كده كروت سريعة، الناس المفروض ترد عليها. فانا حابب، انا اسف طبعا انا اخد الرول ده. لا لا بس يعني ايه، يا ريت انا نبدل شويه، يا ريت. شوية. انا طبعا يعني انا عامة مقدر جدا الشغلانة بتاعت السايكاتريست دي، ان هو يقعد يسمع البريشر ده. بحس ان هي واحدة من الشغلانات التقيلة جدا جدا جدا، اللي فيها بيرن اوت عالي. هي actually البيرن اوت ليفل فيها فعلا از فيري هاي يعني. وزي ما انا بقول لك اصلا، هي ايرونيك انه في الميديكال فيلد، مش بس في السايكايتري او كده، في الميديكال فيلد من اعلى اصلا ليفلز الامبوستر سندروم. فيعني ايه، طبيعي. انت بالظبط، انت بتتخانق في 1% درجه من وانت صغير، يعني بتتخانقوا في ثانوية عامة، وبعد كده بتتخانقوا في الكلية نفسها، يا وبعد كده نون ستوب. نون ستوب حرفيا يعني. بالظبط. ماشي. فاحنا بس هنعمل يعني هترد على الأسئلة دي شخصيا يعني. اوكي. ماشي. خوف من النقد ولا حبك في الشغل هو الدافع ورا نجاحك؟ حب الشغل. اوكي. هل بتحس ان كل مدح بيتوجه لك بيزود الضغط عليك؟ اه. تمام. هل بتخاف تطلب مساعدة من زمايلك عشان ما تظهرش ضعيف؟ اه. يا دكتور في احور اكذب؟ مش هكذب. اللي بيخوفك اكتر خسارتك للشيء نفسه، سواء كانت وظيفة او ترقية او موقف، ولا التفكير في الناس هتقول عليا ايه بعد الخسارة؟ لا، خسرت في الحاجه نفسها. خسارتك الحاجة نفسها. م- اوكي. لما كنت بتضغط نفسك في الشغل زيادة عن اللزوم، م. كنت بتحاول تثبت لنفسك انك انت تستاهل، ولا تثبت للناس؟ اثبت نفسي. تثبت لنفسك. بتصدق صوتك الداخلي اكتر ولا الناس اللي حواليك؟ صعبه دي. في حاجات وحاجات، يعني في توبكس وتوبكس، زي ما كنا لسه بنتكلم في حته الرول. في حاجات بالعكس انا بحس ان انا الصوت الداخلي بصدقه اكتر، في حاجات من بره لا انا محتاج اسمعها بره اكتر عشان اصدقها. اوكي. واثق من نفسك كم من 10؟ اني يوم واني ساعه. بص لسه كنت بحكي لك الموضوع ده، الاجابه دي انت ممكن تسالها لاي حد مش انا بس. في يوم يقول لك 10 9، وفي يوم تاني 2. فانا عارف لو اون جود داي هتسمع رقم، اون باد داي هتسمع رقم. فلو هنتكلم النهارده مثلا، النهارده ممكن 7. 3 راحوا فين يا دكتور؟
ما هو مفيش دايما مفيش 100%، مفيش عارف، مفيش 10. ده ايديولوجي اصلا مثلا عندنا وعند ناس تانية، فهي دايما انت تبقى لا التلاتة، لا انت في حاجه ما عملتهاش بشكل بيرفكت او كذا. بس أنا بقول لك on another day انت ممكن تسمع التلاتة دي بقى، مش تسمع الفرق، ممكن تسمع التلاتة دي as well. لو حابب تقول حاجة أخيرة للناس اللي عندها، مش هنقول imposter syndrome، بس هنقول عندها شوية شكوك في نفسها إن مم. هي تقدر تقدم أو الحاجات دي كلها، أو عندها somehow symptoms من الموضوع دوت، مم. تقول لهم إيه علشان تنصحهم بيه؟ اقول لهم انه دي اكتر حاجه، يعني محدش بني ادم that I know او عامه بقى personally professionally مش بيواجه التشالنجز دي، وانه دي حاجه معناها ان احنا بني ادمين، انه انا دايما انا بتساءل وبسال وبعمل، فهي مش مفروض ان الحاجه دي اديفاين نفسي بيها. انا مش الفكره دي، او انا مش الرول ده، فاحنا اكبر من مجرد حاجه واحده. فدايما نفكر نفسنا انه انا بعمل ده وده 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 وده، وان انا مش الديفينيشن بتاعي حاجه واحده بس. بحس إن هي من أصعب الحاجات أصلا إن أنت you are not defining yourself بحاجة، يس. لأن أنت الناس عادة بتديفاين نفسها أنا أب، فأنا مم. لازم بديفاين نفسي كأب. في الشغل بالذات كمان عندنا في الفيلد مثلا الحته بتاعت الكريتيف فيلد دي، انا بديفاين نفسي بالبيس اللي انا بعملها، سواء كانت ديزاين سواء كانت كرييتيف او الحاجات دي كلها، فالناس بتاخدها على نفسيتها جدا. بالظبط. فده طلب صعب قوي يا دكتور. هو بص، هو طلب صعب، بس كونه صعب معناه ان هو مطلوب. يعني هو لو هو كان سهل كان كله عمله، ما كانش اصلا هنقعد مع بعض النهارده نتكلم عن امبوستر سندروم. خلاص بقى، لو كل واحد يروح، انت انا كويس، انا كويس. بس عشان هو مش سهل، هو صعب، بس هو مهم. ان هو ده الاند ريزلت، او ده الاند جول اللي احنا بنحاول على الاقل نطمح ليه. واصلا الستبس اللي انت بتاخدها ان انت توصل لده جزء من البروسيس نفسه. يعني انا مش منتظر مني ان انا اصحى من النوم ان هو النهارده انا خلاص حليت الحمد لله مشكله البوست سندروم. لا، انا هحلها يوم تاني مش هحلها. فدايما اتليست عندي الدافع ان انا اقول لنفسي لا انا هحاول، انا هروح هزق هتراي اجين. دي اهم حاجه. انا عارف ان احنا قلنا ده اخر حاجه، بس انا يعني صراحه تريجرنج برضو اللي حضرتك قلته، هي مالهاش علاج ولا ليها علاج؟ فكره ان تبص عليها ان هي ليها علاج معناها ان انا ببص عليها انها ديزيز اوكي. او ان هي مرض، وهي اتس نوت، هي سيمتوم. فلو انا قلت لك انا هديك دواء دلوقتي يشيل لك الصداع، مم. هتقول لي انت نصاب، انت راجل انت بتنصب عليا. ما ينفعش، يعني مفيش حاجه نسيسيرلي بروح دايس زرار عليها بتختفي. هتروح وتيجي، وتيجي فين؟ دي حاجه فيري لايكلي يعني. فساعتها لما بيبقى حد عنده امبوستر سندروم، انت بتقعد تعالج الامراض بقى اللي مصاحبه اللي وصلتني لده؟ المصاحبه او السيتويشن نفسه. ما هو انت برضو خلي بالك، هو مش شرط يكون زي ما قلت لك، مش شرط مرض. انا لو انا شغال في، يعني مثلا انا ذكرت فكره الميديكال فيلد، التك فيلد از فيري هاي في الامبوستر سندروم، عشان هو مجال فيري كومبetitive حاليا. فلو انا بصيت على الموضوع بره السياق بتاع ان ده تك فيلد كومبetitive، فانا مش هبقى شايف الصوره كامله. فان انا كونسوليديت فكره انه لا تمام، ما هو انت في التك فيلد، بس انت هنا لسبب، وانت رحت الحته دي. يعني تبص على البيكتشر نفسها او الشخص نفسه في حد ذاته يعني. اوكي. بس انا شاكر جدا ليك يا دكتور، واي هوب ان تكون الحلقه دي مفيده للناس كلها وان هي توصل، وبجد كنت مبسوط جدا جدا بالتوك معاك. وانا اكتر والله، واتس بين ا بليجر يعني ان انا اقعد معاكم. لا، وتوبيك جميل، وان شاء الله لوكينج فورورد اصلا نشوف باقي الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها يعني. ان شاء الله. شكرا ليك. ربنا يخليك. ثانك يو.